تحلية بدون جلوتين في هذه القوالب الجديدة. طبعا قالب يهز لأكثر من 3 أشخاص يعني والله غير تشبع، وجات بنينة ما شاء الله. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم الوصفة. استعملنا هنايا أول ركزنا على كريمة الشوكولا اللي بدينا بها الفيديو، اللي حنبريباريو بها التحلية اللي هي صنع منزلي، وكذلك كريمة الشونتي اللي طلعناها اللي هي بلونش نيج أمامكم. باش يعني اعتمدت بزاف اليوم على الكريمات أكثر من الجينواز. باش تبريباريوه على درنا كريمة الطلي لأنه تجيك اقتصادية اللي ما عندهاش الشيكولا، باش تضيفها للشيكولا اللي عندها القليلة وتخرج لها كمية كبيرة. من الأولى اللي هي الشوكولاتة الإيطالي، وكريم شونتي اللي نزينو به من الجينواز ما ركزش عليها بزاف. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. طبعا هنا ملاحظة، الشوكولا هذه والكريمة هذه كنخدمها ونوجدها لازم نضربها بالضراب الكهربائي بعد إضافة الشوكولاتة الطلي والشوكولاتة الذايبة. ندير فيها كاس حليب ولا نص لتر حليب، انا نستعمل كونديا، 2 مغارف سكر بغات الحلاوة تزيد، 2 مغارف بومبي كاكاو نوع البني نوعية جيدة، انا استعملت النوعية الجديدة جودة عالية، 2 مغارف مايزينا لأن كانت 2 مغارف ونصف مايزينا، المرجان نستعمل أمامكم. نخلط الكل مع بعض ونحطه فوق نار هادية حتى تثقل وتعقد لي الكريمة. نحتاج 100 غرام شوكولا حليب، الحليب والنوار، و2 ملاعق شوكولا للطلي. هنا شوفوا كي كملت، شوفوا صدقوني جات هايلة كيما ما شاء الله. ونزيدوا لها 100 غرام شوكولا للطلي او 50 غرام شوكولا للطلي و50 غرام شوكولا حليب طابلات، انا نستعمل اوبتيلا. هنا نطلعوا لا كريم شونتي اللي هي كاس شونتي بلونش نيج، نستعمل معاه كاس غير ربع ماء بارد. شوفوا نحاولوا نطلعوها حتى تطلع لي مليح وتعقد لي الخليط تاع بلونش نيج. نزيد نكمل هكا بالباطو حتى تطلع لي الكريم تاعي، نتخلص من الحبيبات اللي موجوده في الكريم شونتي. هنا نضيف كميه من الكراميل، كراميل نوعيه اوتيلا، ونبقاو نخلطو حتى نزيدو يتكاثف معايا حجم الكريم شونتيي. ومن بعد نضيفو لها كذلك 3 ملاعق من شوكولاتة الطلي صنع منزلي اللي صنعتها في اول حصه بريباريناها الفيديو مع الوصفه مع بعض. طبعا نكمل نخلط هذيك الكريم شونتي مع الشوكولا اللي ضفناها لها. الكريمه تاع الشوكولا لازم نضربوها بالضرب الكهربائي بعد ما تبرد لي شوي باش تجيني سوا كي نزيدها في الكريم شونتي وفي التحليه. 10 دقائق ونكونوا هنايا حنبريباريو الجينواز تاعنا اللي طبعا موجوده في القناه كيفاه نخدموا اي كيك وديروا معاه اي كيك، تقدروا ديروا مسكوتشو كيك يومي عادي. لا يهم هنا وصفه واش حتستخدمي في التحليه، لي بودوار لي كيك لي بسكوي اي حاجه، بصح انا نفضلها بالجينواز تجيني ابن بزاف، تجي بنينه بزاف. هنا طبعا المسكوتشو تاعنا هاي امامكم، نحتاجو انا درتها ب4 حبات بيض، نص كاس سكر، نص كاس زيت. السكر استعملت بديل السكر اللي هو التمر. الكاكاو 2 ملاعق كاكاو، انا استعملت كاروما مسحوق الخروب. ونخليوها طيب ومن بعد نحيوها نقلبوها ومن بعد نحيو الزوائد ونبريباريوها امامكم. ندير واش نحب، واش من شكل اللي نحبو في القوالب. انا شريت القوالب هذو الجديده اللي راهي ترند في المواقع، قلت على ما نجربهاش بدون جلوتين.
هيا امامكم كيفاه نقسمها ونعاود نقص منها شوي. نحط الكريمه هي الاولى، اول ما بريباريت خليت الكريمه هي الاولى، درت الكريمه هي اللي في القاع اولا، ومن بعد عملت طبقه تاع الجينواز تاعي، سقيتها بالسيرو، ومن بعد هاي امامكم سقيتها بالسيرو اللي هو درنا كاس سكر بنص كاس ما، خليناه يغلي 10 دقائق، ومن بعد نضيف لك الكريمه، كريمه الشونتي اللي حضرناها مع، ومن بعد كريمه الشوكولاته الطلي ثاني شوفوا، ومن بعد نزيدو طبقه جينواز، نمسحوها جيدا بالكراميل، ونضيفوا لها كذلك الشونتي، الكريم شونتي مع كريم الشوكولا هكذا. نستخدم مكسرات، استخدمت الجوز يولم الشوكولا والكراميل ويجي بنين، يعطي بنة للتحلية. ومن بعد عندي شوكولاتة ذوبتها بزوج مغارف حليب ولا زيت، وضفناها لي، خليناها 4 ساعات ولا تبات، راهي تجي كي ديريها في الليل وتبات تجي ابن واحلى، وتشرب هذيك السوائل وتجي الجينواز ما شاء الله. شهيتكم في الجينة ان شاء الله تعجبكم الوصفة، تجربوها بدون جلوتين دائما، واي فرينة تاع حلويات تصلح. حنا استعملنا هنا لا مكورن، ان شاء الله نتوما تستعملوا اي فرينة خاصة بدون جلوتين لهذه التحلية او اي بسكوي. جات تحفة، شوفوا لي الطبقات والكريمة تذوب في الفم وبنتها بنة، يعني ان شاء الله يا ربي تعجبكم. انتي بريباريها كيما تحبي، فقط ديريها كأي تحلية وبدلي المواد ديريها بدون جلوتين. شوفوا والله غير ان شاء الله تجربوها. شوفوا لي محلاها، يعني هذا التحلية والله غير بنينة بنينة. وهذا لابواط هاي ترفد تقريبا ياكلوا منها 3، يعني شوي الحجم تاعها كبير. ان شاء الله يا ربي تعجبكم. شوفوا جات الطبقات هاي امامكم في الصورة، طبقة طبقة الكريمة ومن بعد الجينواز ومن بعد طبقة الكريمة والشوكولا والكراميل. شوفوا هي هذا التزيين اختياري، اي وحدة تقدر دير هذه التحلية. ان شاء الله يا ربي تعجبكم بدون جلوتين. والله البنة ما شاء الله.